الكرة المصرية أو الإيجيبشن ليج زي ما بيقولوا كل سنة بتحصل حاجات غريبة، ففي الفيديو ده النهاردة هنتكلم عن عبثيات الكرة المصرية. بس قبل أي حاجة انزل لي بالإنترو. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ قال له خلي بالك انا مش شايف. قال له يعني ايه؟ قال له الشاشه قطعت. مفيش 4 دقائق 3 دقائق كلموا المخرج معلش راحت الشاشه رجعت تاني. اللي انا هقوله لك ده بس ما تضحكش عشان احنا على الهوا. ماشي. بعض الفنيين بيعملوا كتل على الشاي، شدوا الفيشه قطعت الكهرباء اللي فوق. ده دوري ممتاز، انا بلعب في دوري ممتاز يا ابراهيم السنه اللي فاتت. وبعيدا ان دي اعبث حاجه هتسمعها النهارده، بس هل ده طبيعي؟ يعني هل ده عادي انهم يشيلوا فيشه الفار ويحطوا الكتل؟ لا، والمشكله ان الراجل بيقول لابراهيم فايق ما تضحكش عشان احنا على الهوا، وهو ضحك برضه. صح؟ اعترف بايه؟ انها جت في ايده. طب هو لمس الايد تعتبر ضربه جزاء؟ والله يا كابتن خالد انا على ما اعتقد ان انت كنت لعيب كوره كويس، لكن على ما اعتقد ان انت ما بتفهمش في نصوص التحكيم. ايه السؤال الغبي ده؟ ما هو طبيعي لو الكره لمست ايده تبقى ضربه جزاء، امال هتبقى ايه؟ فاول مهاجم؟ انت متخيل ان السؤال ده طالع من لاعب كوره والمفروض كمان انه اعلامي؟ الصوره راحت من عندي، جت من تمثيليه. الصوره عندي تمثيليه يا جماعه. رجعت الصوره تاني اهو، لكن صوت التمثيليه معايا راح كمان صوت التمثيليه. مباراه يعني غريبه جدا، ودي حته اعاده كده برجاوي بيعملها لغايه لما يظبط اموره. يعني كل دي كده اعاده لغايه لما الصوره ترجع وان شاء الله. هو المخرج لقى الماتش ممل قال لك نذيع مسلسل يا عم نسلي الدنيا شويه. هنا اللاعب بتاع فاركو جاب جون وراح يحتفل مع الكراسي. دوري جميل جدا. على طول تاني شيكابالا، يعدي شيكابالا، خلاص شيكابالا ظهر، شيكابالا يعملها يا ولد. شيكا ركله جزاء، ركله جزاء. عالمي الحكم ده. هو راح لقاه في النفس قال بدل ما يديله انذار يعمل له ارتجاج. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ فاز الشباك بالهدف الوحيد. لقطة تعبر عن نفسها، توتر واضح. كابتن طارق يحيى هتتكلم محدش يقوم. عندي استعداد ان اراهن انه بعد الماتش ده دخل يكربجهم في اوضه اللبس. هيخرج مصطفى سعد ميسي وهينزل برضه ميسي، بس احمد عادل. يعني زد العالم كله عنده ميسي واحد وهو ميسي واحد، لكن زد عندها 2 ميسي. والمضحك اكتر ان ولا ده شبه ميسي ولا التاني شبه ميسي، ولا في الشكل ولا في طريقه اللعب ولا حتى في اللغه. هو ما لغاش الجون بس، لا ده كمان طرده عشان تعرف تقول سيبها كويس. اتفضل يا دكتور، اتفضل. كويس كنت هجيبها. اقول لك تحسه امين شرطه والله مش حكم. انا متعالي، انا شايف نفسي لعيب جامد، ما تسيبني اشوف نفسي كده عشان اديك في الملعب. المفروض حد يقول له ان ما حدش يعرفه غير امه وابوه واللي قاعد معاه ده. والله حاجه اللي الناس مش فاهماها، المعادله ان انت مش واخدها بالها، ان انت خليت اللي هو فيه اللهم اجعل الصعب سهل وكنت شئت فعل السهل يعني الصعب يبقى سهل. تمام. انت ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ده بجد اسوء هدف تشوفه عينك. لعيبه غزل المحله تحسهم مش سابحين قبل الماتش، والجون اصلا مش شايف قدامه، والتاني فاكر نفسه جاب جون ياخد عليه بوشكش. خلص بس الكلام، انا ما اعرفش هو بيتكلم مع مين. احنا في اللقاء على فكره. انت بتكلم مين؟
بتكلم مين احنا في اللقاء ده؟ انا مقدمك بقالي ساعه. المشكله هنا ان دونجا بيحسبها حركه لعيبه كبار بقى وكده، وممكن تلاقي مفيش حد بيكلمه اصلا. لانه دخل بعد عدد مامور كان لعبها اهو. بص رجله، بص رجله بيعمل ازاي. يا خبر ابيض، ده داخل يموته يريح الماتش. كوارش يمشي يريح الماتش يخرب عقلك. في ضرب كتير قوي، اللي يفوت يموت. ضرب على ود. ده كده كلام في خناقه والله، مش ماتش كوره. دي كوره مره تانية في القلب، ودي لمسه راسيه، وبيطالب لاعبي نادي الزمالك بركله الجزاء ولمسه يد في اللقطه اللي فاتت ديت. احمد سامي طاير عليها كانه. الغريب هنا ان احمد سامي نط ومسك الكوره بايده والحكم ما حسبش حاجه، كانه قال انا الجون. تلعب بايه؟ ايه الخطه اللي تلعب بيها؟ ما انا بقول لك هلعب بالدندر واحد والباقي كله طاير، باك رايت طاير، باك ليفت طاير، وفي 3 هيبقوا هم يعني 4-1 ولا 4-1-3-2 ولا ايه؟ 4-1-3-1 سبحانه. 4-1-3-1. اسال حضرتك سؤال كمدرب هتدرب نادي الزمالك. اسال يا حبيبي. ايه خطه 4-1-3-1 اللي حضرتك هتلعب بيها؟ عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ انت مش عايز تكسب؟ عايز اكسب، هكسب ناقص واحد. بتقول 4-1-3-1 يعني هتلعب ب9 لعيبه. لا هو يمكن هو قصده 4-1-2-1 قصده كده يعني. بتقول ايه؟ او 4-1 انت يعني كابتن رضا عبد العال مختلف عن باقي المدربين، هما بيبتدوا الماتش ب 11 لاعب، هو بيبتدي ب10. الله عليك يا كابتن. لا ده كمان كابتن خالد نقص لاعب كمان خلاهم 9. الله عليك يا كابتن خالد والله. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟